أقام الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا فرع النرويج ندوة سياسية هامة في المركز الثقافي الكردي في العاصمة أوسلو بحضور مجموعة نخبوية من أبناء جالية الكردستانية. استهلت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها عزف النشيد القومي الكردي أي رقيب. بعد ذلك قدم عبد الباقي الحسيني المحاور الرئيسة التي تناولها المحاضران السياسي مصطفى جمعة رئيس حركة آزادية الكردستانية في سوريا والباحث والكاتب حواس محمود. وركزت الندوة على زيارة أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها على روجافا بشكل خاص وأسباب عدم تفعيل الاتفاقية الكردية المنبثقة عن كونفرانس 26 من نيسان 2025 وعدم انضمام المجلس الوطني الكردي إلى المحادثات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة في دمشق ومناقشة سبل تفعيل دور الجالية الكردستانية في النرويج وتعزيز دعم القضية الكردية في مختلف أجزاء كردستان. وخلال المداخلات بين الحضور أكدت النقاشات على أهمية الوحدة الكردية واستثمار الظروف الراهنة لضمان حصول الكرد في روجافا على حقوقهم القومية ضمن الدستور السوري والمساهمة الفاعلة في بناء سوريا الحديثة كشركاء حقيقيون في العملية السياسية. باعتقادي أن إزالة اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب هو قرار نابع من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، ولكن بالمقابل أصبحت سوريا بشكل كامل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومن منظوري فسلطة الشرع لا تستطيع محاربة داعش بسبب الروابط التي تجمعهم بهذه الجماعات وعدم توفر القوة الكافية لديها لمكافحة خطر الإرهاب والقضاء عليه. ونرى أن القوة الوحيدة التي تستطيع القضاء على خطر داعش هي قوات قسد في شمال وشرق سوريا. طبعا قسد هي أيضا يجب عليها وضع شروطها في هذه المرحلة وتفعيل دورها في بناء حكومة تشاركية في دمشق وبالتالي تغيير الإعلان الدستوري وضمان حقوق الكرد في سوريا. يعني شرع شو واشنطن شو كوشكا سبي جمع ترامب. نحن نعلم أن زيارة الشرع للبيت الأبيض ولقاء دونالد ترامب كانت لمناقشة ملف محاربة داعش، ولكننا واثقون كل الثقة بأنه لا يستطيع محاربتهم لوحده بسبب تواجد الكثير من الإرهابيين بين قواته، ولهذا يتوجب على سلطة الشرع الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ اتفاقية 10 من آذار وضمان حقوق الكرد.